ودايما من فضل الله علينا ان انا بالذات الزمن في كلمه الايه؟ الاحتفال باي حد من اخواتنا اللي بيطلعوا، بس دايما لما بيدور على اي كلمه لاي حد هو دور على الصفه المميزه له داخل عمله، مميزه له اجتماعيا، وبنبدا نبرزها في الكلمه. يعني كانت بتبقى الموضوع سهل فيما قبل يعني، لكن فيما بعد الاستاذ سيد من فضل الله الثراء الاخلاقي اسمه اخلاقه بصراحه قعدنا حتى نتناقش انا والاستاذ هيام، طب نبرز فيه من فضل الله عنده جواهر كتير يعني. فاحنا اخترنا جوهره صغيره وهتبقى كلمه صغيره في هذا الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايها الزملاء، ايها الحضور الكرام، اشكركم جميعا على حضوركم ومشاركتكم في هذا الحفل الذي نكرم فيه اليوم رجلا احببناه واجتمعت القلوب على صفاته الحميده، فهو مخلص في عمله، ودود في كلامه، حليم في سلوكه، بشوش في طلته، ترتاح النفس برؤيته. وأهم ما لمسناه منه هو الإخلاص. ودعونا نتحدث عن الإخلاص. الإخلاص هو كلمة السر في بلوغ العبد أقصر الطرق إلى مرضاة رب العالمين، وبالتالي الفوز بخيري الدنيا والآخرة. فالإخلاص هو قصد الرب جل وعلا بالعمل. هذا هو الإخلاص، أن يقصد المسلم بعمله وجه الله والدار الآخرة. هذا هو المخلص. قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. والإخلاص في العمل هو القيام به على أكمل وجه وإتقانه، وإنجازه دون خلل أو خطأ، مع الالتزام بقواعد العمل دون قيد أو شر. هذا تعريف. وعلى هذا فالإخلاص أحادي الجانب، أي أنه ينبع من قلب الشخص ورغبته دون انتظار مكافأة على عمله. فالمخلص في عمله لا يشعر بأن إخلاصه في عمله واجب عليه يؤديه فقط تجنبا للعقاب، بل ينبع الإخلاص في العمل من منطلق أخلاقي بحت، وينطوي على معظم الصفات الحميدة مثل النزاهة والأمانة والثقة بالنفس وغيرها. وإذا أسقطنا الإخلاص بمفهومه على حقل مثل حقل التربية والتعليم، حيث هي ميدان يتلقى فيه الإنسان كل الصفات الحميدة، ولذلك دائما نسميها ميدان الشرف والكرامة. فالإخلاص هنا ضرورة ملحة، حيث هنا بناء الإنسان، وبناء الإنسان هو أساس بناء الأوطان. وكما قلنا آنفا، فالتربية والتعليم والشرف والكرامة مصطلحات مترادفة ومترابطة في جوهرها وهدفها المنشود، وكيف لا؟ والتعليم القائم على معلم مخلص لواجبه وحريص ومحب لطلابه يرتقي لنور النبوة، حيث الرسول حريص على تبليغ الناس رسالة ربه ليخرجهم من الظلمات إلى النور وينقذهم من النار إلى فردوس الجنة. كذلك المعلم المخلص لواجبه يخرج المجتمعات من ظلام الجهل إلى جنة العلم ورحابه الواسع، فترتقي الأمم وتقوى الأمة في مواجهة أعدائها. ولذلك بهذا المفهوم من الإخلاص وذلك المستوى من البذل، فإن بذل العلم من المعلم وطلب العلم من المتعلم أمر شاق يحتاج إلى الصبر عليه والقوة في طلبه، ولكنه شرف يستحق ذلك. وإننا إذ نكرم اليوم الأستاذ سيد سالم، فهو رجل يتسم بصفات المجد في عمله، والبشوش في مقابلته، والناصح لمن قصر، والدافع والمشجع لمن أرخى حبل مطيته. لنظل نحن أيضا كمعلمين جنود على ثغورنا ندفع عن مجتمعنا الجهل، ونرتقي به في مصاف النور والتقدم، بما يعود على أمتنا بالقوة والعزة. أستاذنا الكريم، لقد أديت الأمانة في بيتك وهو حصاد زرعك، بورك لك فيه، وحققت رسالة في عملك، وها هي وجوهنا وقلوبنا تنطق عما في قلوبنا من محبتك، وسجلت بصمات يشهد لكم بها كل من تعامل معكم، وستبقى شهادتهم في حقكم وساما فخريا يتوج سنين حياتكم. أستاذنا الكريم، إننا اليوم إذ نتوجه بالتكريم إليكم، إنما نتوجه إليكم بتحية التقدير والاحترام لمرحلة من مراحل عطائكم الذي أخذ سنوات من عمركم تميزت بالتضحية ونكران الذات في سبيل أداء الأمانة.
وإن أقل التفاتة شكر تقدم لكم هي الاحتفال بكم وتكريمكم في حفل يحضره الأبناء والزملاء. أملنا كبير في أن تتقبلوا منا هذا الحفل البسيط في ظاهره الغني في رمزياته ودلالته، فهو عربون محبة ووفاء وإخلاص وختام. نسأل الله تعالى أن يكلل جهودكم السابقة بالسعي المشكور والذنب المغفور والأجر والثواب منه سبحانه وتعالى، وأن يبارك لكم فيما تستقبلون من أيام عمركم، وأن يجعل حياتكم سعادة ورزقكم زيادة وخاتمتكم شهادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة صغيرة.